أهلا بيك من تاني يا صديقي. زي ما عودناك النهاردة هنلخص لك فيلم مشوق ومثير جدا، بس قبل أي حاجة يا ريت تصلي على النبي وتعمل لنا لايك من إيديك الحلوين عشان تساعدنا نكبر بيك. ركز معايا ويلا بينا. في منتصف الليل كان في قاتل محترف اسمه جايسون سايق عربيته لمكان ضحيته القادمة، وأول ما وصل للمكان المطلوب اكتشف إنه مصنع ألعاب، والضحية بتاعته هي صانع ألعاب مشهور اسمه هانز كان قاعد في الورشة بيشوف آخر الألعاب اللي اتصنعت، وكان بيتأكد إن كل حاجة ماشية تمام لحد ما وقف قدام صندوق موسيقى عليه لعبة واتسحر بجمالها وجودة صناعتها، فخدها معاه ومشي من الورشة وطلع على مكتب. المكتب كان بيفتح بكارت من نوع خاص، وأول ما دخل مسك صورة لوالدته كانت ماضية عليها بنفسها، والحقيقة إن وشها كان كوميدي شويتين. ولما جايسون شاف هانز في مكتبه فكر إن ده الوقت المناسب لاغتياله، وبدأ فعلا يستعد ولبس أكياس في رجله وقفازات في إيده، وكمان حط كاتم صوت على مسدسه، وعشان الصورة تكمل لبس قناع على وشه. بعدها حارس أمن المصنع سمع صوت بره، ولما قام يشوف فيه إيه لقى موبايل مكتوب عليه رسالة إن في قنبلة على وشك الانفجار، وبدأ العد التنازلي. الحارس اترعب طبعا واستخدم الكارت اللي بيفتح الباب بسرعة وطلع على الموبايل وشاله من على الأرض ورماه بريء، بس جايسون كان مستنيه ورا الباب وضربه بسهم مخدر ونيمه وأخد منه بعدها الكارت اللي بيفتح الباب. بعدها جايسون أخفى جسم الحارس وكمل طريقه لمكان الكاميرات وعرف منها مكان الحارس التاني، وبعدها طفى كل الكاميرات وراح ورا الحارس التاني وخدره هو كمان، وزي الأولاني جر جسمه المكان وأخفاه وراح على مكتب الرئيس التنفيذي. طبعا هانز اتخض أول ما شاف جايسون وقام من مكانه بسرعة، بس جايسون ما اداهوش فرصة وضربه كام طلقة بمسدسه وقتله. جثة هانز وقعت على صورة والدته، وجايسون شافها وكان مستغرب من التوقيع الغريب بتاعها، وكمان شاف نفس اللعبة اللي عجبت هانز وأخدها معاه وهو ماشي. بعدها جايسون ركب الطيارة من تاني عشان يرجع بيته، واستخدم موبايله عشان يبعت رسالة للي عينه بإنه خلص المهمة بتاعته في انتظار فلوسه. وبعدها الست اللي كانت قاعدة جنبه طلبت منه البانة، فجايسون فتح شنطته عشان يديها البانة من معاه، وبالرغم من إنه لسه قاتل بني آدم إلا إن ملامحه كانت هادية جدا. ولما جايسون نزل من الطيارة شاف في الأخبار خبر وفاة هانز، والمذيعة كانت بتقول إنهم شاكين في إن اللي عمل كده قاتل مأجور. وبعدها طلع على سلم الكهرباء وشاف عروسة على ظهر طفلة، وما كانش مرتاح من منظر العروسة دي فبص الناحية التانية. ولما جايسون وصل للفندق المقيم فيه لقى لعبة تانية على مكتب الاستقبال، واللعبة دي كانت من صنع مصانع هانز وما كانش مرتاح لها. حتى لما طلع للجناح بتاعه شال البطة الصفراء اللي حاطينها في حمام السباحة ونقلها للبلكونة. جايسون بعدها أخد حمام لطيف، ولما خرج منه حط اللعبة اللي خدها من هانز على الرف، والرف ده كان بيجمع فيه تذكارات كان بياخدها من ضحاياه. وبعد لحظات فتح اللابتوب بتاعه واتأكد إن تحويل الفلوس وصل، وكمان لقى مهمة جديدة في لندن، بس نفض للمهمة وقرر يرتاح شوية. جايسون صحي من النوم على صوت تخبيط على الباب، فبص في الكاميرا اللي حاططها على الباب ولقى إن موظفة الاستقبال هي اللي بتخبط وفي إيديها صندوق، وبعدها سابته ومشيت. جايسون راح وفتح الباب وخد الصندوق، وبالنسبة لقاتل محترف فدي كانت حاجة تقلق لأنه ممكن يكون طرد مفخخ أو قنبلة موقوتة، وفعلا بدأ يفتح الطرد بالراحة واحدة واحدة، واتفاجئ لما ملقاش أي معلومات عن الراسل، بس لاحظ وجود رسمة الوش كان موجود على صورة أم هانز، والمفاجأة كانت صندوق ألعاب لجنود جيش بأسلحتهم ومعداتهم، وكان مكتوب عليه إنه من صناعات هانز، وفي لزقة في الجنب بتقول إن في مفاجأة إضافية في الداخل. الموضوع كان مريب جدا بالنسبة لجايسون، وبدأ يمسك الألعاب ويفحصها، وبعدها ساب الصندوق كله وراح ياخد كاس. وفجأة جايسون سمع صوت، ولما بص على مكان الصوت ده لقى إن صندوق الألعاب وقع على الأرض، فتوتر جدا وقرب من الصندوق واتخض لما لقى الصندوق فاضي تماما مفيش ولا جندي جواه. بعدها جايسون لاحظ إن في واحدة من الستاير اتحركت، ولما راح على هناك ملقاش أي حاجة، وده وتره أكتر. وفجأة في أباجورة انطفت لوحدها، ولما جايسون راح على هناك لقى إن سلك الكهرباء بتاعها مقطوع، وبعدها أنوار المطبخ بدأت تنطفي هي كمان. فجايسون قرب من مكان الأنوار وفجأة في حاجة ضربت رجله، وجايسون فضل يتنطط، ولما بص على مكان الضربة اكتشف إنه سلاح لعبة
الكنبة. ساعتها جايسون جاب أفره وبص تحت الكنبة عشان يشوف ايه اللي ضربه ده، وفجأة اتفتح عليه النار. رصاص صغير جدا بيطير عليه من كل حتة تحت الكنبة، وبالرغم انه الرصاص صغير الا انه بيعور جامد، فجري بسرعة واستخبى ورا الحيطة. ولما بص من تاني الرصاص اشتغل. مش كده وبس، ده في RPG ضرب عليه وجا في ركبته اصابه جامد. ساعتها جايسون جري واتدحرج على الارض، ولما لقى ان ضرب النار ما وقفش جري على الحمام. جايسون بدأ يتحقق من جروحه في الحمام، ومسك مراية وشاف ضرب النار من انعكاسها واللي كان شغال زي ما هو، وكان الهدف الاساسي منه هو ضرب كل وسائل الاضاءة. وفجأة العدو لاحظ مراية جايسون وضربوا صاروخ عليها ودمروها، وكمان شظايا الازاز دخلت في وشه وعورته. جايسون وقف قدام المراية وتأمل الجروح اللي في وشه وشال الشظايا منه، وراح بعدها على اوضته المرتبطة بنفس الحمام، وهناك خد مسدس من الدرج وخرج للعدو ده وبدأ يغربله بالرصاص. بس العدو ما وقفش ضربه وفضل يضربه برصاصه الصغير، بس المرة دي ما نجحش في اصابته بالصواريخ. جايسون قدر يوصل للبار بتاعه، ومن هناك سحب رشاش صغير وبدأ يغربل الكنبة وفرغ الخزنة كلها في الكنبة، وبعدها شال الكنبة ومسك مسدسه الاولين. واتفاجئ اول ما شاف ان اللي كانوا بيضربوا عليه نار هم العاب الجنود اللي جات له هدية من هانف، وكتير من الجنود ماتوا، بس الباقيين كانوا بيحلوا المصابين وبيجمعوا اسلحتهم وبينظموا صفوفهم. ولما جايسون داس على 2 منهم ردوا عليه الهجوم تاني، بس جايسون ما رحمهمش وضرب عليهم نار من تاني. وفجأة ظهر الطيارتين في الجو وبدأوا يضربوا عليه صواريخ، بس لحسن حظه انه قدر يتفاداها. وفجأة واحدة من الطيارات قربت منه وقطعت وشه بالمروحة بتاعتها، لدرجة ان جايسون وقع مسدسه من الألم. جايسون ما استسلمش ومسك مسدسه وقدر يصيب واحدة من الطيارتين، بس ده ما وقفش الطيارة التانية وبدأت تضرب صواريخ على جايسون من تاني، لدرجة انه هرب ورجع الحمام. ولما جايسون بص لنفسه في المراية لأن وشه مليان جروح، وكمان ايده كانت متشرحة جامد، فغسل جروحه وطهرها وربط ايده. ولسه هيخرج من الباب لقى في صاروخ أصاب الباب وعمل فيه فجوة دخلت منه طيارة هليكوبتر. فجايسون فكر بسرعة وخد فوطة ورماها على الطيارة، ومسك الطيارة بعدها ورماها على الأرض وفضل يفعصها برجله. وفجأة دخلت طيارة تانية من نفس الفجوة وضربت عليه نار، بس لحسن حظه انه قدر يتفاداها والطيارة خرجت بعدها. ولما جايسون اتأكد ان الطيارة بعدت مسك الفوطة اللي فيها الطيارة المتكسرة ورماها في القاعدة وشد عليها السفون وسد الفجوة اللي في الباب بالفوطة، لكنه فجأة سمع صوت جاي من القاعدة. هنا بقى جايسون ما كانش طايق نفسه، فحط الاستشوار في الكهرباء ورماه في القاعدة، وطبعا كهرب الجنود وقتلهم، بس برضه عمل قفلة في البيت والكهرباء كلها اتقطعت. جايسون كان قاعد مش عارف يعمل ايه، وبعد شوية لقى خيط وإبرة وبدأ يخيط في جرح رجله وبدأ يجمع أسلحته الجديدة واللي كانت عبارة عن بيرسول. وبعد شوية جايسون لمح خيال بيتحرك ورا الباب ولقى ان في ورقة بتتحط تحته، ولما بص عليها لقى انها ورقة مكتوب عليها استسلم، فمسك الورقة وكتب عليها شتيمة وبعتها تاني، وحرك الفوطة من مكانها عشان يعرف ايه اللي بيحصل بره. وفجأة لقى في قذايف مدفعية جاية عليه وقدر يهرب في آخر لحظة. والحقيقة ان القذايف دي كانت قوية كفاية انها تعوره جامد او تقتله حتى، وده كان باين على الباب لانه اتحول لشريحة جبنة رومي. ومن اليأس جايسون طلع من الشباك وبدأ يمشي على الحافة، بس الجنود ما سابوهوش وحركوا طيارة وراه. فجايسون كان بيدور على شباك تاني يدخل منه للبيت او يهرب بيه لأي حتة، لكن لسوء حظه ان الطيارة شافته وفضلت تضرب عليه نار واصابت ودنه جامد. بس جايسون تماسك وضرب عليها اخر رصاصة معاه ووقعها، وبالرغم من اصابته قدر يوصل للبلكونة بتاعته. جايسون فضل مستخبي في البلكونة وراقب الجنود وهم بيحضروا لهجومهم الجاي بمدفعهم الاخير، بس ما كانش عارف يواجههم ازاي، لحد ما بص جنبه لقى بطة لعبة وولاعة وطفاية حريق، وساعتها جات له فكرة الهجوم. جايسون رمى البطة في حمام السباحة عشان يشتت الجنود، ودخل بعدها بالطفاية وغرق الجنود اللي على المدفع وعماهم بيها. ولما الجنود اللي على العربية هجموا عليه ولع الولاعة بتاعته ورش البيروسون وعمل زي قاذف لهب سيح بيه الجنود. ولما خلص على جنود العربية مسك السكينة بعدها وبدأ يقطع الباقي منهم. ولما الطفاية خلصت الجنود اللي على المدفع انتبهوا لجايسون، بس قبل ما يتحركوا جايسون هجم عليهم بصندوق الألعاب وفضل يضربهم لحد ما كسرهم، وبعدها بدأ يجمع الجنود الميتين أو الباقي منهم عشان يعرف ايه ده، بس الحقيقة انه ملقاش اي حاجة مميزة فيهم، فبدأ يعدهم عشان يتأكد ان مفيش حد منهم مستخبي، ولقاهم كلهم موجودين فجمعهم وحطهم في فرن حرق القمامة واتخلص منهم نهائيا. وبعدها جايسون راح ينزل حمام السباحة عشان يسترخي، وفجأة سمع صوت وحس بحاجة بتقطع ايده، فجايسون اتخض وخرج من المية بسرعة، ولما بص على الجرح اكتشف انه عميق حبتين، فلفه بالفوطة وراح يستخبى في اوضته.
هناك حاول يخيط جرحه بس ايده كانت بتترعش جامد ومعرفش، فربط جرحه ولبس هدومه بسرعة وكان عايز يهرب. وجايسون كان مرعوب جدا لدرجة انه كان بيتلفت حواليه كل ثانية. وبعدها ركب الاسانسير وداس على زرار النزول، وبالرغم من خروجه من الشقة الا انه كان لسه قلقان، خصوصا انه سامع صوت غريب، والصوت بدأ يقرب واحدة واحدة لحد ما فجأة انفجرت لوحة تحكم الاسانسير، والاسانسير وقف بسبب الانفجار ده. وفجأة اتفتح السقف ونزل منها جندي انتحاري اقوى من الجنود التانيين واكبر منهم في الحجم، والجندي ده نط في الاسانسير وجايسون حاول يدور عليه بالكشاف، بس الجندي كان سريع جدا وكان عمال يقطع في رجل جايسون بالسكينة اللي معاه، وكمان نط لفوق وعمل جرح في ايد جايسون التانية. فطلع جايسون الحزام وربطه على دراعه عشان يوقف النزيف. في الوقت ده كان الجندي خرج من الاسانسير وبدأ يفجر حاجات فوق خلت الاسانسير يتهز، وجايسون ساعتها اترعب وحمل على نفسه وخرج هو كمان من الفتحة. بس ساعتها الجندي حصره وكان بيستعد لقتله خلاص، لكن جايسون لحق نفسه ونط فوق ظهر الاسانسير التاني وهرب من الجندي، وبعدها نط جوه الاسانسير التاني وضغط على زرار النزول. الحقيقة ان جايسون ما كانش في امان خالص، لان الجندي اللي شبه رامبو ده كان مستخبي في جزمته، واول ما دخل الاسانسير خرج منها ومسك سكينته وفضل يعمل اصوات غريبة وبدأ يطعن في جايسون، بس جايسون قاومه وزقه بعيد باخر نفس فيه. في اللحظة دي الاسانسير وصل للدور الارضي والباب بتاعه اتفتح، لكن جايسون كان باب اخره واغمى عليه. وفي الوقت ده الجندي قرب منه عشان يقتله، لكن فجأة جايسون هجم عليه ومسكه وقرب راسه من الباب اللي بدأ يقفل واحدة واحدة. وبالرغم ان الجندي حط ايده عشان يمنع قفل الباب على راسه الا ان الباب كان اقوى والجندي راسه اتفعصت. واخيرا جايسون ارتاح من القرف ده، لكن المفاجأة هنا بقى ان جايسون بدأ يسمع صوت قنبلة، ولما اتحقق من الموضوع اكتشف ان الجندي كان مفخف نفسه وبمجرد موته اشتغلت القنبلة. ساعتها جايسون ضحك في استسلام واللعبة انفجرت وحرقت المكان كله. ولما بنرجع من تاني لشقة جايسون بنكتشف ان المفاجأة اللي كانت جوه صندوق الالعاب كانت قطعة زيادة من اللعبة عبارة عن جندي انتحاري، وده الجندي اللي انفجر في جايسون. ودي كانت ملاحظة مكتوبة بخط الايد من هانف. وفي نهاية الفيلم بنشوف صندوق الموسيقى اللي على شكل عروسة بيشتغل وبيعزف مزيكته. وهنا بيخلص الفيلم على كده. ما تنساش يا صديقي تعمل لنا لايك وسبسكرايب عشان تساعدنا نكبر بيك، ويا ريت كمان لو تقول لنا رأيك في الكومنتات. وافتكر وقت ما تكون زهقان بص من الشباك. سلام.